أنا بصراحة بكره الكورة بسبب الساعات اللي بتضيع كل سنة في إنك تتابع ماتشات وحوارات وخناقات بسبب فريق كسب أو خسر. يستعد للتنفيذ، يلعب كرة داخل منطقة تبعد من دفاعات أتلتيكو مدريد، تدخل قوي من بالنسبة لي أنا الكورة مش بس لعبة، هي عبارة عن ظاهرة أكبر بكتير من حجمها. أنا شايف إن الكورة في حد ذاتها مجرد وسيلة إنك ترفه بيها عن نفسك، بس المشكلة بتبدأ لما تبقى عبد للكورة، تعمل خناقات مع أصحابك علشان فريقك اللي بتعبده دخل جول، وتلخصها بكلمات زي حطينا عليكم وإحنا اللي كسبنا وأهلي أهلي. في الحقيقة الشخص الوحيد اللي بيكسب هو اللي بيلعب مش أنت، والجماهير بتضرب في بعض بالأزايز وفي بكاس وقفية، وكل ده بسبب ماتش مدته 90 دقيقة بس. الأغرب إن في أوقات كتيرة الاهتمام الجماهيري بالرياضة بيكسر على قضايا أهم بكتير بتأثر على حياة الإنسان بشكل يومي، وده اللي خلى بعض الحكومات عبر التاريخ تستغل الأحداث الرياضية الكبيرة في مصلحتها. عندك مثلا سنة 1936 العالم كله كان متجمع في ألمانيا علشان يتفرج على أكبر حدث رياضي وقتها، كان الألعاب الأولمبية الصيفية. الناس كانت فاكرة انهم رايحين يتفرجوا على سباقات وميداليات، لكن في الحقيقة كان في هدف تاني. خيمينيز بدون يغمي عليه، لا مش خيمينيز، سلامات للاعب أتلتيكو. أدولف هتلر كان عايز يثبت للعالم ان بلده قوية ومتطورة وان نظامه هو الأحسن، مدرستي نظيفة آمنة متطورة. مش عارف ايه العلاقة، بس حاسس انهم لايين على بعض. اتصرفت أموال ضخمة واتبنت ملاعب كبيرة، وكل كاميرات العالم كانت بتصور ألمانيا لكام أسبوع. الناس نسيت التوترات السياسية وإنه عايز يحتل الأراضي وإنه بيسلح نفسه، وكل الكلام بقى عن كسبناكوا وأهلي أهلي. ودي واحدة من الأسباب اللي بتخليني أكره الرياضة. ده مش علشان أنا كسول ولا حاجة، لأ، هو أنا بصراحة كسول فعلا، بس في سبب أكبر، لأنه واضح إن الرياضة مش دايما مجرد لعبة. أحيانا بتكون أداة للتأثير على الرأي العام أو لتحسين صورة دولة أو نظام. حرفيا اللعبة نفسها مجرد 22 لاعب بيجروا ورا كورة، لكن اللي بيحصل بسببها أحيانا بيكون أخطر بكتير من الماتش نفسه. تعصب، عنف، فساد، واستغلال سياسي. كارثة ملعب هيسيل قبل نهاية البطولة الأوروبية، الناس من كتر ما هي متعصبة ابتدوا يضربوا في بعض، مات 39 شخص، ده غير الإصابات اللي بالميات. كارثة هيلزبرا بسبب سوء تنظيم الجماهير، مات 97 مشجع وهم بيزقوا بعض جوه الملعب. الحدث ده غير قوانين الملاعب في انجلترا. كارثة استاد الدفاع الجوي قبل مباراة بين الزمالك وإنبي، الناس ابتدت تزق بعض عند مدخل الاستاد زي وسع عدي عايزين ندخل، وطبعا من كتر الزق والتلزيق مات 20 واحد من جماهير الزمالك. أظن واحد أهلاوي عبد متعصب هيكون مبسوط دلوقتي، زمالك في داهية وأهلي أهلي. الحادثة عملت جدل واسع عن تنظيم دخول الجماهير والتعامل الأمني. فايز الفجر تخوف توريس، صح فرناندو توريس القادر على كمان مباراة. السكوت بصراحة كان قوي. دلوقتي بقى نخش في الكبير، الكومبو، اللوب ذات نفسه. أكبر فضيحة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا ذات نفسها، انفجرت في 2015. عشان تفهم معايا، تخيل إن في دولة عايزة تستضيف كأس العالم، المفروض اللي بيكسب هو اللي عنده أفضل ملعب وأحسن ملف لو هيبقى في سباق جري مثلا. لكن الاتهامات كانت إن بعض المسؤولين في الفيفا كانوا بياخدوا رشاوي وفلوس بالملايين عشان خاطر يكسبوا دولة معينة أو يمنعوها حقوق تجارية اللي هي تعمل إعلانات. يعني اللي حصل إنهم قبضوا على شوية مسؤولين في سويسرا. التحقيقات الأمريكية كشفت إن شبكة الفساد شغالة من سنين، اتهموهم إنهم بياخدوا رشاوي وشغالين غسيل أموال يابا واحتلال. رئيس الفيفا وقتها سيب بلاتي، ايوه هو اسمه سيب، مش عارف الاسم الغريب ده، ما تمسكش ولا حد قرب له في قضايا الرشاوي نفسها، بس هو وقف اي نشاط متعلق بكرة القدم لسنوات بسبب انه خد مخالفات ليها علاقة بقواعد الاخلاقيات والادارة، يعني سرحوه. يعني البطولة اللي بيتابعها مليارات البشر، وبدل ما القرار يتاخد على اساس مين اللي بيستحق،
بقى في ناس بتقبض ملايين من تحت الترابيزة علشان خاطر تغير نتيجة التصويت على مزاجها. ما هو ده فعلا مش فيلم مافيا، دي كانت واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ كرة القدم. أنا بصراحة متضايق، يعني ليه صراحة في ناس مدمنة على كرة القدم كده إنها تعمل لها قيمة تبقى بالكبر ده؟ هل ده غباء؟ الإدمان على الكورة أو أي حاجة ترفيهية زيها ليها أسباب نفسية وطبيعية جدا، منها الانتماء. الإنسان بيحب يحس إنه جزء من فريق أو جماعة، زي تحزب فلاني وتحزب فلاني، فيبقى فيه هوية للنادي. تلاقي اللي حاطط لك علم مصر على وشه واللي راسم على قفاه علم الزمالك، حاجات بنشوفها كل يوم. وفي طبعا حاجات تانية زي التكرار والروتين، كل اسبوع في ماتشات واخبار، فالمخ يتعود على الاحساس ده في العادة. وطبعا السوشيال ميديا بتضخم المواضيع وتخلي كل حاجة دراما وصراع. المهم هنا ده مش غباء، يعني ده طبيعي، دماغ بشري بتأثر بالعاطفة والانتماء. تخيل لاعب كرة القدم اللي انت بتشوفه كل اسبوع، عندك ميسي مثلا وكريستيانو، الشخص اللي بيجري ورا الشاشة وانت قاعد طبعا ممدق. الراجل ده بياكل احسن اكل، بيسافر احسن سفر على الدرجة الاولى، وبيقبض في الاسبوع الواحد اكتر من ناس بتتعب عمرها كله. وفي نفس الوقت ملايين الناس بتعيش حياتها كلها وهي شايفاه قدوة او اسطورة، مع ان هو ما يعرفش انك موجود اصلا. الغريب مش في نجاحه، الغريب ان اللعبة دي خلت شخص واحد في العالم ياخد كل الاهتمام وكل الفلوس وكل التسقيف. انما على الناحية التانية في ناس بتتفرج وبس. وفي الاخر السؤال مش هو ناجح قد ايه، السؤال اللي بجد احنا ليه بنقيس قيمتنا بحياة ناس مش عايشين في حياتنا اصلا. عايز اختم، انا مش ضد ان الناس تنبسط او تتفرج على الكورة او تستمتع بيها، لكن انا ضد ان اللعبة تتحول لسبب للكره والتعصب وانك تضيع وقتك على الفاضي والمليان، او انها تبقى اهم من حياتك الحقيقية ومشاكلك الفعلية. وده السبب اللي خلاني مش بحب الكورة خالص، انا فعليا مش بحبها، حتى مش بتفرج على كأس العالم. هل انت بتحبها؟ اكتب لي في التعليقات، التعليقات مفتوحة للمناقشة. سلام عليكم.